يا جدعان ما كفاية الشناوي بقى يا جدعان، يا جدعان الراجل عنده مشكلة، ما تفهمش هو الشناوي ده حالق شعر باطه مثلا ما بيقدرش يمد إيده، عنده مشكلة يا جدعان باينة قوي يا جدعان ان الشناوي ما بيفردش ايده يا جدعان. اول جول معاك ان الكوره صعبة الراجل ما بيمدش ايده، حتى الكوره اللي طلعها بيكهام من قلب الجول برضه الراجل ما بيمدش ايده. ده انا جايب لك حاجة من النوادر، بص دي من النوادر شناوي مدد ايده. هو انت بتمد ايدك بس لما تكون عايز تدي تعليمات وانت قاعد دكه؟ يا باشا انا عايزك تمد ايدك وانت واقف في الجول، مش ممكن يا شناوي. يا جدعان هو انتوا بتعذبونا عشان الشناوي ما طلعش احتراف وساب الاهلي؟ هنقعد بقى احنا نقعد 10 سنين شايلين له الجميله دي؟ ما خلاص بقى يا جدعان، ده احنا شايلينها له بقى له 4 5 سنين يا جدعان، كفايه بقى يا جماعه. الشوط الاول ده يا جدعان ده اسوأ شوط انا شفته للنادي الاهلي. انا ما شفتش زنا كروي زي ما شفت الشوط الاول في الاهلي. انا مش عارف انا بندافع ولا بنهاجم ولا احنا بنلعب بالعمق ولا بنلعب على الاطراف ولا في عرضيات ولا شوط من بره 18 ولا حد واحد على واحد. مش لاقي لك خطه يا عم يستو بنت ولا مش عارف مش لاقي لك حاجه، مش فاهم لك انت. احنا الشوط الاول ده احنا قعدنا شوط كامل ما بنلعبش، ولا يمين موجود ولا احمد عيد موجود ولا كوكا. يا جدعان ما كفايه يا جدعان، كفايه كفايه يا جدعان بقى ارحمونا. يعني انا عدى عليا السيزون ده كله ومش هشوف باك شمال؟ مش ممكن. انتوا جايبين الراجل بالعم ده غصب عن يستو ولا ايه؟ انا مش فاهم، بدنيا مش جاهز يا فرحتي. الراجل بقى له اكتر من 3 اشهر ما بيلعبش، مش ممكن. زي المهاجم الجديد ده. يا باشا انت نازل تخلص الحته دي ومحدش يقول لي جديد ولا قديم. لا انا شامم ريحه مودست. والله بجد انا فجاه كده حسيت قدامي ان انا بتفرج على مودست، ومحدش يقول لي بدي الحكم عليه. يا باشا كوره زي كده انت تخلصها لي. حساسيه المباريات دي المفروض تكون عندك. الكوره حتى انت ما لعبتهاش جت في العارضه، دي جت في الشلاحات يا معلم، دي راحت في حته تانية. احمد عيد النهارده اثبت لك ان انت ما ينفعش تستغنى عن محمد هاني. انت متخيل بجد والله احمد عيد النهارده ما كانش موجود، مش معايا خالص. وبعدين ايه يا عم زيزو؟ يا عم زيزو انت لعبت مع الزمالك 3000 ماتش ما جالكش حتى دور برد، ما جالكش حتى يا اخي جيوب انفيه. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ والله العظيم انا تقريبا ما شفتكش مره اتصبت مع الزمالك. ما فيش مره تقريبا انا شفتك طلعت في الشوط الاول. مش فاهم في ايه بصراحه، حظ مش ممكن. بن رمضان انت ايه حكايتك يا باشا؟ بجد والله العظيم انت هتديني امتى؟ انت عقدك بيخلص ولا ما خدش منك حاجه؟ بجد والله انت فين يا ابني؟ إيه مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ في حاجه؟ بجد والله العظيم يعني اديني سبب مقنع لاعب زيك محترف بيلعب في النادي الاهلي وبيقبض بالدولار وتكون حالته عامله كده. فانت قول لي ايه مشكلتك؟ انا نفسي اعرف انت فين، انت فين النهارده؟ انا حاسس مروان بيلعب في وسط الملعب لوحده بجد والله. حد يقدر يقول لي النهارده مين اللي كان بيستلم ويسلم؟ فيش يا باشا. امام عاشور عامل لك فراغ كبير جدا. امام عاشور النهارده انت كنت مفتقده جدا. دفاعك النهارده عمال يحلق، انا ما شفتش بنحلق. احنا عاملين نحلق يا جدعان. تقريبا يا جدعان بنك الاهلي عمل بتاع 20 30 نقله بجد والله العظيم. مين بيقطع؟ انا مش عايز احلق، انا عايز اخش اقطع. محدش عايز يخش يقطع يا جدعان. العيال بتعمل كل حاجه هي عايزاها. الاهلي بقى بيستعيد الكوره بصعوبه. انت متخيل؟ الاهلي اللي ما كانش حد عارف يمسك عليه كوره بقت الناس النهارده بتلعب على الاهلي كوره. انت خليت الفرق تتجرأ عليك، الفرق ما بقتش تهابك، ما بقتش تخاف منك. اللعيبه النهارده حاطه الكوره تحت رجليها بتباصي بمنتهى السلاسه، مفيش ضغط على الناس. وبعدين طبعا رفضت كل الهدايا اللي عمال تقدم لك ورحت انت كمان تتعادل عشان تصعب نفسك اكتر واكتر في الدوري. انت عمال تطلع من بطولات غريبه، تطلع بيها بسيناريو غريب جدا. مش عارف هل مفيش دوري او احنا ايه مش هناخد حاجه خالص يعني بعد كميه الحاجات والمصاريف وياسين منصور بقى وسيد عبد الحفيظ وكل الناس اللي عمالين يعبيله ويديله دول؟ مش هناخد حاجه في ايه يا جدعان؟ هو يستوب ده مقلب؟ انت مقلب يا ابني. انت ايه حكايتك؟ ايه يا عم يستوب؟ فين الحلول بتاعتك؟ ماتش مقفل زي كده يا باشا، فين الشوط من بره 18؟ فين يا باشا العرضيات؟ انا النهارده كنت بتحايل عليكم يلعبوا عرضيات، عندي 2 مهاجمين جوه البوكس ومحدش عمال يعمل عرضيات. مين اللي هيرفع للناس دي يا جدعان؟ ما ترفع يا حبيبي جوه، انت معاك 2 مهاجمين والاثنين بيلعبوا بالهيد، ما ترفعوا يا جدعان. شوط من بره 18. احنا بناخد وقت كتير قوي في التحضير مخليك قاعد ان مفيش حلول بجد والله العظيم. غير بقى ان الكوره لما تتصد عليك انا بعمل كده والله العظيم. الكوره بتيجي عند الشناوي ببقى عامل كده، خايف الشناوي ولا بيمد ايده ولا بيطلع صح وقراراته كلها بقت غلط. خلاص يا جدعان خلاص، السن دي احكامه يا جدعان والله العظيم. حاجه تحزن بصراحه وحاجه تضايق جدا. مش عارف بصراحه يعني هنفوق احنا امتى وهنلعب كوره امتى؟ انا مش عارف والله.